من فترة عملت فيديو عن ازاي ادي حياة جديدة لسماعات قديمة، وما كنتش متوقع منه حاجة، لكن الفيديو نجح جدا لدرجة اني فكرت اعتقد ان الناس ممكن تكون عايزة شوية نصايح عن اجهزة تانية تسهل حياتهم، ويمكن كمان تدي حياة جديدة لحاجات ما بقتش شغالة. فلو انت زيي عندك ريموتات كتير في البيت وبتتوتر من كترهم، أو يمكن بتفضل تعافر وتدوس على نفس الزر كتير، بتحاول تشوف لو ممكن تعصر آخر نقطة طاقة من البطارية، أو حتى لو الريموت خلاص باظ. النهاردة هوريك الحاجة دي. وأيوة، دي ريموت كنترول، بس ريموت يونيفرسال بيتركب على طرف صباعك. اسمع يا هندسة مفصلة، تخيل السيناريو ده. النهاردة عندنا أجهزة إلكترونية بقالها سنين شغالة، الريموت مش شغال زي زمان لما الجهاز كان جديد وتضطر تدور على النت على ريموت يشتغل معاه. ده ممكن يكون تلفزيون أو تكييف أو حتى راديو قديم بتحب تسمعه في البيت. في حالتي كنت محتاج أتحكم في حاجة معينة جدا، والجهاز الصغير ده ساعدني في الموقف ده. وبعد كده بقى ليه استخدامات أكتر وأحلى. كل حاجة بدأت لما لاحظت إن تسجيل الفيديوهات لوحدي بقى أصعب وأصعب. لو أنت مش عارف، قبل ما أخويا ينتقل يعيش في بلد تانية، هو اللي كان بيقف ورا الكاميرا ويساعدني في التصوير، والعكس صحيح. كل مرة هو كان بيصور، أنا اللي كنت واقف ورا الكاميرا. بس لما اضطريت أعمل كل حاجة لوحدي، الأمور بقت أصعب شوية. مش عارف إذا كنت تعرف، بس الموضوع صعب لما تحاول تدوس على زرار الكاميرا وتجري علشان تدخل في الكادر، ولما أخيرا تبدأ التصوير تكتشف إن الصورة طالعة ميلة أو مش فوكس، أو بلوش اللي بيقول يا ترى هتنفع المرة دي؟ كنت محبوس في الدوامة دي، وكل ما كنت بحاول أسرع العملية كنت بضيع وقت أكتر. ساعتها فكرت، يا ترى في طريقة بسيطة أتحكم بيها في الكاميرا عن بعد من غير ما أحتاج معدات غالية؟ وأنا بدور على النت اكتشفت إن الكاميرا اللي بتصورني دلوقتي ليها ريموت كنترول مخصوص. وتخيل إيه؟ هنا في البرازيل كان سعره جزء من كليتي، وكمان عليه ضرايب. بس وأنا بكمل بحث على النت لقيت الجهاز الصغير ده، اللي هو ريموت كنترول عالمي بيوصل بيو اس بي سي. نظريا هو المفروض كان هيشتغل، بس علشان يتحكم في الفوكس بتاع الكاميرا وكمان يتحكم في التسجيل. بس في الحقيقة أنا ما كنتش متخيل قد إيه الحاجة دي هتكون مفيدة بعد ما اكتشفتها. لما الجهاز وصل كنت متوقع بس أجرب إذا كان هيشتغل كريموت كنترول للكاميرا ولا لأ، وفعلا عمل اللي وعد بيه واشتغل بشكل ممتاز. هو بيجي فيه ميدالية صغيرة كده بتوصلها بالموبايل بتاعك وتنزل التطبيق الخاص بيه، وكل اللي عليك تختار المئات، لا في الحقيقة الآلاف من الماركات والأجهزة اللي هو يقدر يتحكم فيها. وهناك لقيت ريموت الكاميرا بتاعتي في التطبيق وخلاص. دلوقتي أنا ببدأ وبوقف التسجيل بضغطة واحدة من موبايلي، وأخيرا قدرت أسجل من غير ما اضطر أجري من ناحية للتانية. وقبل ما تقول إن ده فيديو دعاية تاني وإني واخد رعاية، أنا بقول لك لأ، الفيديو ده مش ممول خالص. أنا حتى مش عارف اسم الماركة دي، لأن رميت العلبة ومش باقي معايا غير اللينك اللي اشتريت منه الجهاز ده. بس زي أي قصة هندسية كويسة، أكتر جزء ممتع عمره ما بيكون اللي أنت متوقعه يحصل، لكن هو اللي بتكتشفه وانت ماشي في الطريق. ما اكتشفتش غير بعدين ان الريموت ده مش هيشتغل بس كأنه ريموت للكاميرا بتاعتي، لكن كمان هيشتغل كأنه ريموت شامل لأي حاجة. وكل ده علشان في الحقيقة هو جهاز بيبعت أشعة تحت الحمراء، ونفس النوع ده من الإشارات اللي كتير من الريموتات القديمة لسه بتستخدمه لحد دلوقتي. ده خليني أسأل نفسي وقتها، يا ترى أقدر أتحكم في أي نوع من الأجهزة بيه؟ وما احتجتش غير ثواني علشان أتأكد إن التلفزيون القديم اللي في الصالة، اللي دايما كان بياخد حوالي 4 ثواني علشان يستجيب بالريموت الأصلي، بعد ما ضغطت جامد على زرار التشغيل استجاب فورا لأمر موبايلي. ريموت التكييف اللي ساعات بيضيع هنا في الاستوديو، ببساطة كمان ممكن أتحكم فيه من الموبايل. وساعتها جات لي فكرة، لو اشتغل معايا زي التلفزيون والتكييف، يا ترى اقدر اتحكم في ايه تاني حواليا بالجهاز ده؟ هنا موبايلي وموبايلك بقوا ريموت كنترول عالمي تقريبا لكل حاجة: تلفزيونات، سماعات، تكييفات، بروجيكتورات، مراوح سقف، روبوتات، مكانس كهربائية، وحتى الكاميرا البسيطة اللي بصور بيها.
وده فتح لي باب جديد لموقف تاني كنت بواجهه بقاله شهور. معركة هادية بس كانت ساقعة. حرب التكييف في المكتب. عارف الزميل اللي بيجي الشغل لابس بلوفر تقيل وبدل ما يقلع على بلوفر بيروح على طول على التكييف ويشغله على أقل درجة حرارة ممكنة. النوع اللي بيتصرف من غير ما يفكر، كأن التكييف أصلاً معمول عشان يحفظ اللحمة زي التلاجة، مش عشان يبقى فيه ناس عايشة في درجة حرارة مريحة. وأنا كنت بقعد بالظبط تحت التكييف، وفي الوقت اللي فيه ناس كانت مرتاحة أنا كنت بقضي اليوم كله وأنا أسناني بتخبط من البرد. السؤال اللي دايما كنت بسأله هو ليه في ناس شايفة إن 16 درجة حرارة مناسبة للشغل؟ وفي يوم من الأيام كأنها لحظة إلهام، افتكرت إن موبايلي دلوقتي بقى ريموت كنترول عالمي. خدت معايا ميدالية المفاتيح الصغيرة بتاعت USB-C، فتحت التطبيق، وجهت الموبايل بهدوء ناحية التكييف وضغطت على الزر. بشكل سحري الناس ما كانوش فاهمين إزاي التكييف اتحول من 16 درجة رهيبة ل 22 درجة، وأخيرا قدرت أشتغل من غير ما تتجمد. وأحلى حاجة إن محدش كان عارف مين اللي كان بيظبط درجة الحرارة. كنت بتفرج في صمت، والناس اللي بتحب الجو البارد كانوا بيتساءلوا يا ترى التكييف فيه عطل؟ بس السؤال اللي كان شاغل بالي فعلا هو ازاي حاجة صغيرة كده قدرت تحل كل المشاكل دي في نفس الوقت. وكل ما كنت اكتشف الجهاز اكتر كنت بلاقي له استخدامات اكتر. بقى صاحبي في الاستوديو، في المكتب، وفي الصالة، وحتى وانا مسافر في الفنادق. مثلا عمرك قابلت تلفزيون شكله تصنع قبل ما يبقى فيه واي فاي؟ او تكييف الريموت بتاعه غالبا طلع معاش من سنين؟ عشان تشوف ان الريموت الصغير الشامل ده اللي بيتوصل بيو اس بي سي ليه استخدامات كتير. حتى لو كنت عايز تتصرف زي عيال 5 ابتدائي وتروح مول وتبدأ تطفي تلفزيونات المحلات، عيب كده صح يا إيجور؟ بالظبط بالحاجة دي ما كنتش محتاج أي حاجة تانية، لأن موبايلي كان بيعمل كل حاجة، وكل ده من غير محتاج بطاريات في الريموت. تفصيلي بسيطة بس بتفرق كتير لما تكون ضيعت ساعات كتير بتدور على بطاريات في أدراج غامضة. أكيد ده خلاني أفكر ليه لسه بنقلل من قيمة الحلول التكنولوجية البسيطة. كتير بنكون مشغولين بندور على أدوات معقدة وبننسى نبص على الحلول البسيطة اللي موجودة حوالينا. في حالتي الموضوع بدأ من احتياجي إني أسجل فيديوهات بطريقة أسهل. دورت على حل لمشكلة معينة ولقيت أداة حلت لي كذا مشكلة مرة واحدة. وبصراحة كده أنا مش عارف ماركة الكنترول ده عشان هو مفهوش أي علامة وأنا رميت العلبة بتاعته. لو حابب تبص عليه برضو أنصحك إنك تدور على اللي فيه اختيار يشتغل على أندرويد وكمان على اي او اس. يعني حتى لو الاتنين يو اس بي سي، اللي بيشتغل على الاندرويد مش هيشتغل على الايفون، والعكس صحيح. لما بدأت استخدم الريموت ده علشان اظبط التكييف في المكتب كنت فاكر ان الموضوع هيبقى مجرد هزار مفيد، بس مع الوقت لاحظت ان الجو بقى اريح لكل الناس مش ليا انا بس. غريب لما تفكر ان جهاز بسيط زي ده يقدر يظبط الجو حرفيا. في الآخر الريموت الصغير ده غير مش بس طريقتي في تسجيل الفيديوهات، لكن كمان غير تعاملي مع التكنولوجيا في حياتي اليومية. بما انه بيجي زي ميدالية مفاتيح انا باخده معايا في كل مكان، ومش من فراغ اني حاططه مع مفتاح بيتي. هو وراني انه الحلول الذكية ممكن تظهر في اماكن احنا مش متوقعينها خالص. ويمكن السؤال الاهم عشان نختم الفيديو ده هو فعلا في كام مجال في حياتنا احنا بنعاني من مشاكل كان ممكن تتحل بحاجة بسيطة زي دي. لو كنت مريت بحاجة شبه كده قبل كده سواء في التصوير او في مكتب سائع جدا احكي لي في التعليقات، يمكن قصتك تبقى موضوع الفيديو الجاي. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو استغل الفرصة واشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وسيب لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبجد دي نصيحة شخصية مني، فعلا يستاهل يكون عندك واحد. وانت عندك ريموت كنترول شامل في البيت؟ عندك واحد ولا فكرتي قبل كده يكون عندك ريموت كنترول صغير قد طرف صباعك؟ اكتبوا تعليق تحت ايه رأيكم في الفيديو ده، ولو حابين تشوفوا فيديوهات تانية زي دي على القناة هنا على جنب في اختيارين لفيديوهات ممتعة. واحد منهم هو الفيديو اللي وريته عن جهاز الاستقبال البلوتوث اللي هيخلي السماعة القديمة بتاعتك كأنها جديدة، ولو ما شفتوش يستاهل تتفرج عليه. ولو حابب تدعمنا دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. وبس كده يا عشاق الهندسة، تحياتي الكبيرة واشوفكم في الفيديو الجاي.